السرير اللي بيتفرد ويتلم ولا السرير الخشب؟ دي سلسلة مقارنات في صالح الأم. الجزء الأول، لو بتشتري مستلزمات البيبي وحيرانة في أنواع السراير، تعالي وأنا أقولك. عندنا السرير الخشب اللي شكله كيوت وجميل قوي، وعندنا السرير اللي بيتفرد ويتلم. إيه هي مواصفات السرير الخشب اللي ممكن تكون مريحة ليكي؟ رقم 1، ما يكونش حجمه كبير. رقم 2، يا سلام بقى لو بيتلم، علشان لما البيبي يكبر عليه تقدري تخزنيه وما ياخدش منك مساحة في البيت. آخر وأهم حاجة، إن يكون ليه جنب بينفع إن هو ينزل علشان تلزقي السرير بتاعه في السرير بتاعك، علشان الرضاعة أثناء النوم، خصوصا في الفترة الأولانية اللي بيكون فيها نوم البيبي مش متظبط. ونصيحة، لو هتجيبيه حاولي تجيبيه يوزد بحالة كويسة، وبرده على حسب البادجت بتاعتك. أما بقى السرير اللي بيتلم ويتفرد، أول حاجة وأهم حاجة إن أنت بتعرفي تتحركي بيه بسهولة لو هتاخديه معاكي وأنت مسافرة، أو لو هتروحي تباتي عند مامتك. تاني حاجة، ممكن يبقى سعره دلوقتي أقل شوية من سعر السرير الخشب. تالت حاجة، ممكن تخلي البيبي يقعد جواه يلعب، خصوصا لو هو بيحبي وأنت عايزة تعملي حاجة في البيت وخايفة عليه. آخر حاجة، خلص احتياجك منه، يلا لفيه في الشنطة وخزنيه في أي حتة لغاية ما البيبي الجديد يستخدمه أو تبيعيه لو عايز. أنا كده نورتلك كل الملحوظات، وأنت حسب إمكانياتك والمتاح قدامك خدي القرار.